بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن العكاوي بالصلصه الحمراء بطريقه حلوه جدا، من غير ما نسلق العكاوي ولا هنحط فيها ولا نقطه ميه. طبعا احنا عارفين ان العكاوي هي دي للذبيحه. آه، طبعا العكاوي ما بنجيبهاش بالكيلو، ما بتتباعش بالكيلو، هي بتتباع كده اهوت عكوة على بعضها. انتوا بتطلبوها سواء بقى كبيرة او صغيرة على حسب ما انتوا عايزين او على حسب الكمية اللي انتوا بتطلبوها. طبعا اهم حاجة في العكاوي لازم تكونوا جايبينها من جزار نظيف ومضمون. في ناس كتيرة جدا بتفتكر ان العكاوي عبارة عن عظم. لا بالعكس والله، ده هي بتبقى مليانة لحم وطعمها حلو جدا. اهم حاجة تكونوا جايبينها من جزار مضمون زي ما قلتلكوا. ويكون شايل منها اللي هي الدهون الكتيرة اللي بتبقى عليها. انا هنا هو عملتها مع رز حبة وحبة، وقدمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا نقدر ناكلها باي حاجة انتوا حابينها، مع رز مع عيش، لان بيطلع معاها صوص حلو جدا. تعالوا اقول لكم الطريقة وازاي انا جهزتها وعملتها. اول حاجة هنا هو بيكون معايا العكاوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا العكاوي احنا لما بنطلبها هي بتيجي متقطعة كده بالشكل ده. الجزار بيبقى عارف تقطيعتها، فبيكون مقطعها ومدهنا بالشكل دي عكوة واحدة. شايفين ده كده شكلها؟ شايفين يا جماعة هي فيها والله لحم. في ناس كثيرة جدا معتقدة ان العكاوي عبارة عن عظم. لا بالعكس والله، وبتبقى طعمها حلو جدا. اول حاجة هنا هنبدأ نجهزها. انا معايا دولت هنا 4 حبات من البطاطس، من البصل، مقطعاهم كده مكعبات صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط عليهم معلقة من الملح، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، واقلبهم كده هو كويس جدا مع بعض، او ادعكهم حلو جدا مع بعض، واسيبهم على جنب لحد ما ابدا اجهز العكاوي. ده كده خلاص كان شكل البصل. هنسيبه بقى كده على ما البصل ما يدبل شويه. الملح طبعا احنا حطينا الملح عشان يدبل البصل شويه. هنبدأ بقى نجهز العكاوي. معايا هنا دي معلقة كبيرة من السمنة البلدي. طبعا انتوا تقدروا تستخدموا اي مادة دهنية، معلقة سمنة مع معلقة زيت، معلقة زبدة، معلقة سمنة، معلقة سمنة بلدي، كده زي ما انا استخدمت اللي انتوا عايزينه. شايفين انا هنا بوريكوا السمنة هي هنا مش محروقة. انا كنت عايزاها توصل معايا للون ده عشان تدي لون حلو جدا للعكاوي. خليت السمنه كده البلدي تحمر كده شويه، وبعدين هنزل عليها بالعكاوي زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا مش هسوي العكاوي ولا هسلقها ولا هحط عليها خالص، مفيش ولا نقطه ميه خالص انا هحطها. انا هحط العكاوي كلها بالشكل ده، وهبدا احمرها لحد ما تاخد معايا لون حلو، وهبدا اطلعها على طول. طبعا انا مقلبتهاش على طول، يعني انا سبتها وبعد دقيقتين هبدا اقلب فيها على كل اتجاه، هياخد دقيقتين. شايفين بعد ما اخدت اللون ده بدأت اقلبها على طول على الاتجاه التاني. في ناس بتسلق العكاوي الاول، يعني في ناس بتسلقها زي اللحمه بالظبط، بس انا لا، ما عملتهاش كده، ما سلقتهاش. انا بس هدخلها الفرن وما حطيتش والله عليها ولا نقطه ميه، وهتشوفوها في الاخر شكلها عامل ازاي، او زي ما انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو كانت طالعه دايبه وشكلها عامل ازاي. اول ما تاخد بقى لون بالشكل ده كده، كلها الكميه كلها اللي معايا هبدأ اطلعها. داخل علينا بقى لعيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين. والناس اللي بتضحي والناس اللي بتشتري والناس اللي ليها مزاج في الأكل وبتحب الأكلات ديت، شوفوا الطريقة بتاعتي وإن شاء الله تعجبكم. بعد ما خلصت الكمية كلها بتاعت العكاوي بالشكل ده، هبدأ بقى أنزل على نفس المادة الدهنية اللي احنا كنا حاطينها، ومزودتش مادة دهنية تاني خالص ولا أي حاجة. في نفس الحلة أو في نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها، هنزل بالبصل اللي أنا كنت مجهزاه، اللي احنا جهزناه في الأول خالص، وهبدأ بقى اشوحه كده مع المادة الدهنية وريحة العكاوي بقى. والله مش قادرة اقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي. قلبوه البصل كده هنفضل نقلب فيه لحد ما البصل ما يدبل شوية ويبقى شكله يوصل معايا للمرحلة دي او التتبيلة دي. هنبدأ بقى نحط عليهم حبتين من الفلفل الحار. طبعا الفلفل هنا اختياري، الفلفل الحار ده هنا اختياري.
مش عايزين تحطوه بلاش منه. انا كمان زودت فلفل اخضر بس ما جاتش الحته اللي انا زودت فيها الفلفل. حابين تضيفوا معاها اي حاجه تانية انتوا بتحبوها تقدروا تحطوها، ممكن تزودوا بطاطس، ممكن تزودوا فلفل الوان، عايزين تحطوا كمان ورق لورا وحبهان ومستكه تقدروا تحطوا. كل الحاجات دي بتدي نكهات وطعم حلو جدا معاها. انا ده كان هنا كيس من الطماطم كنت مفرزاه في الفريزر، كان جاهز فحطيته على طول على البصل. طبعا لو ما فيش طماطم متفرزه عادي تقدروا تجيبوا 3 او 4 حبات من الطماطم تضربوها عصير طماطم وننزل بيها على البصل. هنسيبها لحد ما تتسبك وتتقل وتبقى معانا بالشكل ده. هنبدا بقى نجهز ان نظبط التوابل او الملح بتاعنا. انا ما حطيتش غير ملح وفلفل اسود بس، مفيش اي توابل تانية انا حطيتها، لان طعم العكاوي ما بيكونش محتاج توابل كتير. انا زي ما قلت لكم انتوا حابين تضيفوا ورق لورا او حبهان ومستكه مش اكتر من كده براحتكم. ده خلاص كده كان شكلها بعد ما وصلت معايا للشكل دوت. هنبدا بقى نجهز الطاجن بتاعنا. هبدا بقى اعمله كده زي طبقات. اول حاجه حطيت شويه من التسبيكه بتاعتنا او الصوص اللي احنا جهزناه دوت في الاول، وهنزل عليها بالعكاوي. شايفين احنا ما حطيناش ولا نقطه ميه خالص. هنفضل نعملها كده بالطبقات زي ما قلت لكم. وزي ما قلت لكم حابين تضيفوا اي اضافات انتوا حابينها حطوها، اي نوع من انواع الخضار عايزين تحطوها معاها ممكن تضيفوها معاها. بس احنا يعني انا بحبها بالطريقه دي بس، يعني انا بحط بس فلفل ومش اكتر من كده. هنخلص الكميه كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقه كده، وبعدين هدخلها الفرن على درجه حراره بتكون عاليه. اعلى درجه حراره عندكم في الفرن دخلوها. هنا ده كده كان شكلها خلاص بعد ما خلصت. هغطيها بقى كويس جدا واقفل عليها كويس جدا، وبعدين ادخلها زي ما قلت لكم درجه حراره عاليه جدا. انا حطيتها على درجه حراره 200 لمده نص ساعه، وبعد نص ساعه هديت الحراره على درجه حراره 160، وهسيبها مش اقل من ساعتين تستوي براحتها خالص على نار هاديه. وده كده كان شكلها بعد ساعتين كانت استوت وخلصت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين الصوص طالع عامل ازاي؟ والله من غير ولا نقطه ميه. الصوص بتاعها حلو جدا. تقدروا تعملوها مع رز، تقدروا تعملوها مع عيش، تقدروا تعملوها مع رز ابيض. حلوة جدا بكل الطرق. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ويا رب تكون عجبتكم. شايفين شكلها طالعة دايبة وعاملة ازاي؟ شايفين يا جماعة؟ والله بتبقى فيها لحمة كتير. يعني ناس كتيرة جدا قالت لي عكاوي ده بتبقى عبارة عن عظم ومش عظم. لا والله بتبقى فيها لحمة كتير وبتبقى حلوة جدا. عيد الأضحى داخل وكل سنة وانتم طيبين. وجربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم فيها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.